عرض عليك عمل فني مع المخرج خالد يوسف، تقول ايه؟ على حسب الفيلم بقى، لو بطولة حوافل، لو مش بطولة هتبقى. انا فضلت قافله على نفسي كتير قوي، سنتين بحالها، لحد ما فجأة فقدت الاحساس كامل في الجزء اللي تحت. عارف يا شاكر، مش انا كنت مذيعة برامج دينية؟ عارف ان الشيوخ طلبوا مني حاجات مش كويسة، ولما رفضت هم اللي وقفوا لي برنامجي. الشيوخ يا شاكر، الشيوخ يا شاكر. حبايبي عاملين ايه؟ انا ليلي يا حلوين، وحشتون. اللي قدامكم دي آلاء عبد العزيز، مذيعة كانت معروفة بحجابها ومحتواها الديني. كانت بتقدم برنامج ديني على قناة فضائية مشهورة، والناس كتير كانت شايفاها رمز للبنت المحجبة الملتزمة. كانت بتقدم برنامجها بأسلوب بسيط وجذاب، وفي ناس كتير كانت بتحبها بسبب رسالتها الهادفة. فجأة الدنيا اتقلبت عليها لما ظهرت بدون حجاب، ودي كانت بداية الترند اللي خلى اسمها على كل لسان. آلاء ظهرت في أول فيديو ليها وهي خلع الحجاب وبتقول إنها مريضة ومش عارفة إزاي أخدت القرار ده، وقالت إنها مش فاهمة إزاي عملت كده. أنا مش عارفة اللي حصل ده طبيعي ولا لأ، أنا محتاجة مساعدة. انا آلاء عبد العزيز، المذيعة الدينية، الداعية الإسلامية. اللي حصل إن أنا فجأة نمت، صحيت لقيت نفسي قلعت الطرحة، لقيت نفسي بنزل بالليل وأنا مش عارفة حاجة. لقيت نفسي واحدة تانية، مش فاكرة حاجة، مش عارفة أنا مين. الكلام ده كان أول تصريح منها، وبعدها بدأت تظهر تصريحاتها اللي خلت الترند يكبر أكتر. آلاء خرجت في أكتر من لقاء وقالت إنها حاسة إنها مش طبيعية وعايزة تتعالج، واعترفت إنها بتعيش صراع كبير بين شخصيتين، الشخصية الأولى آلاء والتانية ليلي. آلاء هي الشخصية اللي الناس عرفتها من خلال برنامجها الديني، البنت المثقفة والمحجبة اللي عندها رسالة. أما بقى ليلي فهي الشخصية اللي بتحب تعيش حياتها بحرية ومن غير قيود، وبتعمل اللي هي عايزاه من غير ما تفكر في كلام الناس. آلاء وصفت الصراع ده إنه أصعب حاجة في حياتها، وإنها مش عارفة تتخلص منه. جماعة والنبي الحقوني منها، والنبي حرام، حرام اللي بيحصل ده. أنا خايفة قوي، أنا مش فاهمة حاجة ومش عارفة أنا فين. الحقوني منها والنبي. أبوها حاول يتدخل في الموضوع بدري، وقرر يوديها للشيخ عشان يعالجها، وقال إن اللي حصل ده ممكن يكون بسبب سحر أو مس. وفعلا راحت مع والدها وصديق ليه للشيخ، لكنها طلعت لايف وصممت إن الشيخ ده يعالجها وهي على اللايف، يا إما كده يا إما مش هتتعالج وتمشي. لكن والدها وصديقه رفضوا عشان ما يعملوش مشاكل للشيخ ده. وبعدها صرحت آلاء وفجرت مفاجأة لما قالت إن في شيخ كبير كانت بتتعامل معاه بحكم شغلها طلب منها حاجات غلط، حاجات ما ينفعش تتقال، لكنها رفضت. الشيخ ده على حسب كلامها بدأ يحاربها بعد ما رفضت طلباته، وقرر يوقف برنامجها الديني اللي كانت بتقدمه. جاء في وقت من الأوقات أحد الشيوخ المشهورين اللي بيطلعوا على التلفزيون طلب مني حاجة مش كويسة. شيخ مشهور يعني؟ شيخ معروف أصلا. كان هو المسؤول عن برنامجي. لما أنا مرضتش وقف لي برنامجي، وقف لي المراكب السارية كلها، وقف لي كل حاجة. مت من الجوع، ما كنتش لاقي أكل بنتي. رفضت الواقع بقى. لما رفضت الواقع نمت، فجأة صحيت لقيت نفسي بلبس فستان الأحمر وانزل بالليل وانا مش فاهمه حاجه، وانزل اقول للناس اوقف الناس واقول لهم انا ليلي. ومش بس كده، آلاء كملت وقالت إن حياتها الشخصية اتلخبطت تماما بعد ما طليقها سابها. حكت إنه اختفى تماما من حياتها وما يعرفش أي حاجة عنها ولا عن بنتها، وقالت إنها بتواجه الحياة لوحدها ومش لاقية شغل يساعدها على ظروفها الصعبة. اتجوزت سنتين.
اتجوزتي سنتين وجوزك اتقفل عليك سنتين. مش قفل عليا، سابني ومشى، ما اعرفش عنه حاجه. خلفت عندي تالية سنتين ما شافهاش اصلا. سنه ومشي كده. مشي سابني وانا حامل في التاسع ومشي. الظروف دي كلها ضغطت عليها وكانت سبب أساسي في اللي حصل. بدأت تظهر في فيديوهات ولايفات على السوشيال ميديا، وواحدة من أكتر الحاجات اللي ولعت الترند هي ظهورها مع شاكر في لايف على تيك توك. اللايف ده كان غريب جدا، وفي ناس كتير قالت إن آلاء مش في حالتها الطبيعية، كانت بتتكلم بتوتر، وده وضح قد إيه هي مضغوطة ومتلخبطة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انا بصلي الفرد بفرد، والله العظيم بصلي عليه الصلاة والسلام. انا بصلي الفرد بفرد. معلش انا اسفه، هي حته القماشه هي اللي هتخسرني علاقتي بربنا؟ ايوه ايه اللي ايوه؟ صدقيني ايوه. هو ايه اللي ايوه يا شيخ؟ تصدقك في ايه؟ ما ياما ناس لابسين حجاب ومقضيينها ولابسين حجاب ومطلعين القصه بره. عارف يا شاكر، مش انا كنت مذيعة برامج دينيه؟ عارف ان الشيوخ طلبوا مني حاجات مش كويسه، ولما رفضت هم اللي وقفوا لي برنامجي. الشيوخ يا شاكر، الشيوخ يا شاكر. وبعد اللايف نزلت فيديوهات وهي بترقص وبتعمل حاجات ناس كتير شافتها بعيدة جدا عن الصورة اللي كانت عليها. كل ظهور جديد ليها كان بيزود الجدل، وفي ناس كتير بدأت تهاجمها وبتقول إن هي بتعمل كده عشان الشهرة، لكن كان في ناس تانية شايفة إنها بتمر بحالة نفسية صعبة وإنها محتاجة دعم مش هجوم. في ناس اتعاطفت معاها جدا وشايفين إن اللي بيحصل ده بسبب سحر أو فعلا هي مريضة ومحتاجة علاج، وقالوا إن هي نفسها اعترفت إنها عايزة مساعدة وإنها مش قادرة تتغلب على اللي جواها لوحدها. الناس دي كانت شايفة إن الهجوم عليها قاسي، وإنها بدل ما تتهاجم لازم تلاقي دعم نفسي وإنساني. وفي المقابل كان في ناس تانية عندها رأي مختلف تماما، شايفين إن اللي بيحصل ده كله مفتعل وإنها بتمثل وبتعمل كل ده عشان الترند. والحقيقة إن الموضوع كله اتقسم بين وجهتين نظر، ناس شايفة إنها ضحية محتاجة دعم، وناس شايفة إنها بتستغل الوضع للشهرة. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا، انت مع ان آلاء ضحية فعلا للضغوط اللي حواليها والحالة النفسية صعبة، ولا شايف انها بتعمل كل ده عشان الترند والشهرة؟ القرار في النهاية بيرجع ليك، وكل واحد وليه وجهة نظر.